إنا لله وإنا إليه راجعون. عروسة النهاردة يا جماعة قصتها غريبة شوية. إيه اللي جرى لإيمان وهي في طريقها للإمارات عشان تتجوز؟ إيه اللي حصل لها هي وجدها وهي في طريقها للإمارات؟ إيمان اللي انتوا شايفينها دي اتربت يتيمة الأم وهي صغيرة. طبعا أبوها أخدها وراح وداها عند أبوه وأمه، يعني جدها وجدتها. والمهم هم ربوها واعتنوا بيها وطلعوها أخلاقها كويسة جدا، زي ما انتم شايفين الجد سماهم على وجوههم. طبعا إيمان جالها عريس مصري، حب ان هو يرتبط بيها. وطبعا هو مهندس بيشتغل في الإمارات، فحب يرتبط بإيمان. الأهل رحبوا وهو سأل على البنت، قالوا له البنت دي في منتهى الأدب والأخلاق، على خيرة الله. المهم تمت الخطوبة والفرحة بقت بين العروسين. تم إيمان حضرت حاجتها إن هي خلاص هتتجوز، وهوب فجأة الحرب قامت. طبعا زي ما انتم عارفين العريس اتصل بإيمان قال لها يا إيمان أنا مش هقدر أرجع، يا ريتك تجيني عن طريق السعودية بري عشان نتجوز. فطبعا جدها قال لها أنا مش هسيبك، هوديكي لغاية بيت عريسك هناك. وهم ماشيين في الطريق كانت الفجاعة الكبرى اللي ما كانتش منتظرة عروسة بفستان الفرح بتاعها. قضاء الله وقدره، حصلت حادثة. ماتت إيمان في الحال، وجدها كان معاها توفاه الله، والاتنين في رحمة الله. والفستان الأبيض بدل ما هو أبيض بقى أحمر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا الخبر نزل على العريس مش مصدق نفسه، الله يكون في عونه. وطبعا إيمان بقت عروسة الجنة مع جدها فوق. ربنا يرحمها ويرحم اللي زيها يا رب. وده قدرنا يا جماعة، وده مكتوب لنا. في أي يعني إحنا ما يعني ننام النهاردة ما نعرفش بكرة في إيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يتغمزها برحمته هي وجدها ويجعلها عروسة الجنة إن شاء الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون.